السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا مساء الورد، يا رب تكونوا بخير. انا علي عبد العزيز. في الفيديو اللي فات اتكلمت عن ايه الاستفادة من الشراء في الساحل، ودلوقتي هعرفك ايه الفرق بين كل منطقة ومنطقة على حسب هدفك ايه وتشتري في انهي منطقة، وخبايا كتير مش كل الناس عارفاها خالص عن كل منطقة. هنبدأ بخريطة الساحل الشمالي. زي ما شايفين كده قدامنا، البروكر مش بيعترفوا حاجة قبل العلمين الجديدة، لان ببساطة كل الشغل من بعد كده. لكن انا هقول لك ان في منطقة قبل كده دي اسمها الساحل القديم، وهي نفسها اصلا بتقسم لكذا منطقة، فيها على الأقل 5 مشاريع أنا هتكلم عنهم وهبدأ بيهم. المنطقة دي من قبل الكيلو 65 بيكون البحر فيها صعب جدا والموج بتاعه قوي، وبنسمع أخبار مش كويسة من هناك كل سنة. لكن كل ما بتقرب للعلمين البحر بيبقى أهدى، وفي نفس الوقت مش صخري خالص. والرمل بتاع زمان بتاع المصيف العيلة كلها كانت بتتجمع فيه ونقعد نبني القلعة وندفن بعض. هنا الإيجارات بين 2000 و 4000 جنيه في الليلة، وتقدر تشتري شاليه غرفتين ما بين 4 و 6 مليون رسيل. وفي حاجات لقط قوي بتكون ب3، وفي حاجات قليلة قوي بتكون برضو أكتر من كده. من الكيلو 100 للكيلو 120 دي منطقة العلمين والعلمين الجديدة. طبعا انا مش عايز اقعد اكرر كلام كتير معروف، لكن دي من توجهات الدولة انها تكون منطقة شغالة طول السنة. ودي المنطقة الوحيدة اللي لو لازم تشتري قبلي ومعكش الفلوس ان انت تشتري بحري على البحر ممكن تشتري فيها، لان فيها جامعات ومدارس ومناطق اعمال هتخلي ان في ايجارات بشكل شهري زي المناطق السكنية، مش يومي بس زي الايجار الساحلي، لكن طبعا بارقام اقل بكتير. البحر فيها كويس والصخور فيها قليلة جدا، وقريبة طبعا من اسكندرية عن المناطق اللي بعد كده. من الكيلو 120 للكيلو 165 دي منطقة سيدي عبد الرحمن، والمنطقة دي مميزاتها انها من دلوقتي شغالة، ونقدر نحسب ريت الايجار بتاعها اللي هو بين 27 ألف جنيه في الليلة. الرينش الواسع ده عشان في فرق كبير قوي بين اللي بيأجر في ستيلا ومارسيليا ومراسي وهاسيندا. الرسائل هناك الغرفتين ما بين 7 و10 مليون لو مشروع طبيعي زي أمواج أو المشاريع اللي احنا عارفينها هناك. والبحر فيها هادي، لكن فيه شوية صخور في أول المنطقة، لكن بصيانة كويسة بيكون لطيف. وطبعا كل ما تبعد عن اسكندرية وتروح ناحية غزالة اللي هي من كيلو 145 البحر بيكون أحلى. من الكيلو 165 لكيلو 180 منطقة الضبعة. المنطقة دي تاني أحلى بحر في الساحل الشمالي كله. بحرها هادي والرمل حرير ونص شغالة، يعني في كام مشروع شغالين نقدر نحسب عليهم الإيجار من دلوقتي. إيجار المنطقة حاليا ما بين 6 و10 آلاف جنيه في الليلة، لكن متوقع إن هو يزيد جدا لما المنطقة تكتمل بالكامل، خصوصا إن فيها مشروع ضخم زي ساوث ميد هيشغل كل اللي حواليه بشكل ممتاز وهيزود طلب على المنطقة. الحقيقة في ناس كتيرة بتقولك ابعد عن المنطقة دي عشان فعل ضبع النووي. طبعا الحقيقة الكلام ده كلام عبيط جدا، ولو ده سبب انك تبعد عنها ابعد عن الساحل الشمالي كله، لان ده لو حصل فيه اي مشكلة لا قدر الله وربنا يحمي بلدنا الساحل هيتأثر، واجزاء من اسكندرية كمان. الرسيل فيها الغرفتين بيكون بين 6 و11 مليون، وده طبعا لان هما مشروعين اللي هتلاقين فيهم رسيل وجودتهم مختلفة جدا جدا عن بعض. من الكيلو 180 للكيلو 216 منطقة راس الحكمة. المنطقة دي هي اللي عليها العين طبعا بالنسبة لكل الناس اللي بتشتري اذا كان الاستثمار او للاستخدام الخاص، وكمان عليها العين من كل البروكرز او المسوقين، لان بيعتها سهله. انت جنب مثلث راس الحكمه الامارات قالت انها هتخليه الاماره السامنه ليها في مصر. هيكون فيها مطار ومناطق ترفيهيه عالميه زي ديزني وغيره، وفيها كمان مشاريع مهوله مع مطورين من كل الفئات. الريسيل فيها من 8 ل 11 مليون الغرفتين، والايجار فيها حاليا ما بين 8 ل 10,000 جنيه. طبعا هيزيد جامد جدا لما المنطقه تكتمل بالكامل في خلال ال6 سنين اللي جايين. والبحر فيها انا هقسمه ل3 حتت، ودي محدش هيقولك عليها. من الكيلو 180 لكيلو 191 او كيلو 190 البحر صخري جدا جدا، وصعب جدا ان اي مطور يعرف يمهده، واصعب انه يعرف يخليه متمهد طول العمر بعد كده. محتاجه انك لو هتشتري في منطقه دي تشتري مع مطور كويس وعالمي من فئه الصفوه. يا ريت ما تقوليش اصل قطاميه كوست حصل فيها كذا، دول بيقدموا احلى جوده في البلد، ما ينفعش نقارنهم بالاهلي صبور او القزار. من الكيلو 192 للكيلو 210 البحر كويس جدا، والصيانه اللي مطلوبه ليه قليله، وتقدر تشتري فيه مع مطور مش اقوى حاجه عادي. من الكيلو 210 لغايه الخليج البحر وسطي فيه صخور لكن يمكن السيطره عليها، هتحتاج تشتري مع مطور فاهم بيعمل ايه وضامن الاستدامه معاه. طبعا موج نفسه هادي في منطقه راس الحكمه كلها بسبب الخليج. من الكيلو 236 او من نهايه المثلث بتاع راس الحكمه لغايه الكيلو 260 دي منطقه سيدي حنيش. الحقيقه المنطقه دي مظلومه جدا جدا
جدا في الشغل عليها، وهي منطقة فيها أفضل بحر في الساحل ومن أفضل الشطوط في العالم كله. كمان هي ما بين خليج راس الحكمة وخليج علم الروم، منطقة خدتها الإمارات ومنطقة خدتها قطر، وفيها مطورين كبار هيعلموا المنطقة، والصيانة بتاعتها في المستقبل هو الأسهل في الساحل كله. مفيش رينج إيجارات محدد أقدر أقول لك عليه، لأن هو مشروع واحد اللي شغال دلوقتي، وإيجاراته طبعا عالية جدا جدا في حدود 15 ل 20 ألف جنيه في الليلة، وطبعا قليل جدا فيه اللي أصلا بيأجره، لأن هو مشروع يعني للاستخدام الشخصي أكتر من أي حاجة. الريسيل في المشروع ده في الحدود من 12 ل 15 مليون جنيه لغرفتين، طبعا قليل جدا اللي بيبيع برضه، وفي فرص هناك موجودة مميزة جدا ونقدر نبقى نتكلم عنها. الحقيقة اللي حابب أختم بيه الفيديو إن الساحل هو كل حاجة: الاستثمار، السكن، حاجة لمستقبل الأولاد، توجه دول، وتوقعي أنا الخاص من غير تريقة إنه ممكن بعد سنين كتير يكون زي كاليفورنيا بس في الشرق الأوسط، ويكون هو أغلى وأرقى منطقة سكنية في الشرق الأوسط كله. وطبعا بيزود ده معدل الأمان موجود في بلد زي مصر، ربنا يحفظها دايما ويبعد عنها كل شر. وانا كنت علي عبد العزيز معاكم، انتظروا بقيه الحلقات اللي هتكون موجوده في السيريز دي باذن الله، كلنا هنستفاد مع بعض. واعمل لايك وسبسكرايب وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد في اكتر سيريز هتفيدك في الصيف ده.